6 أشياء تحصل لنا في شهر رمضان، بس بشرط يكون صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا. اللي يبغى أن تغفر ذنوبه وتعتق رقبته ويكتب في صحائف المغفورين يطبق ها6 أشياء، وسيرى فضل الله جل في علاه. من الأشياء التي أعطانا الله إياها إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: أول شيء تغفر الذنوب. طيب كيف تغفر ذنوبي في رمضان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث كلها بالصحيحين. قال: من صام رمضان إيش؟ كلنا نحفظ الحديث: إيمانا واحتسابا. إيمانا بالله، إيمانا بفرضية الصيام، إيمانا بركنية شهر رمضان، واحتسابا، احتساب الأجر وتحمل المشقة من تعب وصوم وعطش وجوع وترك الشهوة التي بالحلال لأجل الله. من صامه إيمان واحتساب النتيجة إيش؟ كمل وش الحديث؟ غفر له إيش؟ ما تقدم من ذنبه. يعني صحيفتك تكون بيضاء، تمحى كل ذنوبك. تونا جالسين نقول كم ذنب ارتكبناه فقط في سنة واحدة، وهنا تمسح الذنوب 30 يوم أو 29 شهرا كاملا تصومه إيمان واحتساب. أكيد خذها قاعدة من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مضمونة: يغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. طيب يا رب والله ما أقدر، أنا في يوم فرطت، في يوم نمت ذاك اليوم عن صلاة الظهر، ومرة والله اني ناظرت شيء مو بزين، ولا قدرت أصوم نهاري صيام إيمان واحتساب. يقول لك رب العالمين باب آخر لغفران الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان. كم ساعة تصلون مع الإمام؟ كم صلاة التراويح؟ كم؟ أطول إمام في الرياض يصلي 1.5 ساعة، وبعض المساجد يخلص في نصف ساعة، وأقل وأكثر. لاحظ يقول لك الرسول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وش النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة ساعة كل ليلة تكتب من القائمين. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام ليلة. واللي يصلي رمضان كله تعتق رقبته من النار. طيب يا رب أنا ما أقدر، اليوم مشغول، وأمس في المستشفى، وقبل البارح عندي ناس في البيت، وانشغلت، والمرأة تقول كنت متعبة، اشتغلت في المطبخ فترة طويلة. نقول وقفوا، خفف الله الأمر حتى تغفر لك الذنوب. قال: ومن قام ليلة واحدة، ومن قام ليلة القدر، وكل 3 أحاديث في الصحيحين، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا واحد. سجلتوا معي ولا ما سجلتوا؟ وش الأمر الأول؟ غفران إيش؟ غفران الذنوب. 2 العتق من النار. يقول لنا أحد الصحابة كان يمسك رقبته، والرسول كان يقول: وإن لله عتقاء كل ليلة من النار. كل ليلة فلان الفلاني فلان الفلانية محسوبين أنهم اعتقوا من نار جهنم. واحد من الصحابة لما سمع الحديث هذا أمسك رقبته. ليش؟ قال: إني أتفقدها لعلها أن تكون ممن تعتق في رمضان. الله يجعلني وإياك ممن عتقت رقبته. ترى الليلة في أسماء ستعلن، أسماء فائزين فازوا لأنهم تركوا، أخرجهم الله من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فأولئك إيش؟ هم الفائزون. هؤلاء الذين يفوزون بأمر الله. إذا خرجت من النار واعتقت رقبتك، طيب وش الأعمال التي تعتق رقبتي من النار؟ في عدة أحاديث، منها حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وصان شهره، يعني صام شهر رمضان بصيانة، ما في عين تناظر الحرام
والله أنا أتابع المسلسلات اللي تبث في نهار رمضان أو في ليل رمضان تتكلم عن قضايا اجتماعية وتعالج قضايا مهمة، وهي كلها نساء وأغاني وكذب وغير ذلك. ولا أستمع إلى ما حرم الله بحجج واهية، ولا أضيع صلواتي والله أنا كنت نايم ما قدرت أقوم، ولا أغتاب ولا وعد من لستة الأخطاء والذنوب التي يقع فيها بعض الناس. من صام رمضان بصيانة صان شهره في صيانة، في خوف من الله. قال الله جل وعلا: نظر إليه ربه وأعتق رقبته من النار وغفر له ذنوبه. رقبتك تعتق بس بشرط أن تصوم الشهر صيانة. ولذلك في الحديث الصحيح قال بعض الناس ليس له من صيامه إلا إيش؟ إلا الجوع والعطش، وبعضهم ما له من قيامه إلا التعب والسهر. الصيام مو بترك الطعام والشراب والشهوة فقط، تتركها لله، لأن حكمة الصيام وأحد مقاصده العظام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب إيش؟ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعطيكم تعريف للتقوى مختصر: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. خذها قاعدة: أن تفعل المأمور، تترك المحذور، تصبر على المقدور.